السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا النهارده بيبدأ مع بنت بتجري في الغابة، بيكون في مجموعة من المسلحين بيجروا وراها. البنت بيكون واضح عليها الخوف وبتفضل تهرب منهم لحد ما بتوصل لمكان موجود فيه مجموعة من البنات أصدقائها. بنشوف إن الرجالة اللي بيجروا وراها دول بيقفوا يتفرجوا، واحد منهم بيحس إنه مسحور وهو بيتفرج على البنات دول، وبيكون عليهم إن جمالهم مش طبيعي. بيقول إنهم ممكن يكونوا أرواح شريرة، لكن أخوه الكبير بيقول إنهم لو أرواح شريرة كان زمانه عرف لأنه بيحس بيهم، وكمان معاهم الجرس اللي هيعرفهم. لو رن يبقوا أرواح شريرة، ولو ما رنش يبقوا بشر عاديين. لكن قبل ما يخرج الجرس من جيبه بيتخبط وبيقع الجرس في المية. ساعتها بينزل بسرعة المية وراه علشان يلحقه. في الوقت ده بيتدخل المجموعة كلها علشان يشوفوا البنات دول اللي بيفضلوا ينادوا عليهم ده ويقربوا منهم علشان يسحروهم، والرجالة بتتسحر وبيكونوا فقدوا السيطرة على نفسهم مش قادرين يتحركوا. على طول البنات بيبدأوا يمتصوا الطاقة الروحية منهم ويحتفظوا بيها لنفسهم، لحد ما بيطلع الشخص اللي كان في المية وبيحرك الجرس اللي معاه، وده بيخلي اخوه الكبير اللي كان خلاص هيتسحب منه الطاقه الروحيه يفوق ويتحرك علشان يقاتل البنات دول. والبنات بيكونوا عاملين حسابهم وبيقدروا يهزموه في النهايه بكل سهوله بعد معركه ضارب بينهم. وقبل ما الباقيين يهربوا بتظهر واحده من البنات اسمها تشينج وبتساعدهم، وبتروح تمتص الطاقه الروحيه اللي عند الشخص اللي معاه الجرس، وبيحتفظوا بكل الطاقات اللي امتصوها دي في ازايز، وبيقولوا انهم هيدوها للجده. الناحيه التانيه في القريه بنشوف شاب اسمه نينج هو ماشي في طريقه بيسمع صوت حد بيغرق في بحيرة، بيجري عليه بسرعة وبيقول له انه هيخرجه وبيطلب منه ما يقلقش. فعلا بيجري بسرعة وبيجيب عصاية طويلة وبيرميها للشخص اللي كان بيغرق ده وبيخليه يمسكها، لكن الشخص ده بيخدعه وبيمسك العصاية بقوة وبيوقع نينج في المية وبيخرج منها وبيسرق الفلوس اللي مع نينج وبيجري بسرعة. بعد شوية بيخرج نينج من المية وبيكون مش فارق معاه الفلوس اللي ضاعت منه. المهم عنده انه لقى الكتاب بتاعه سليم، ده بسبب ان نينج بيحب القراءة اكتر من اي حاجة في حياته. بعدها بيكمل مشي وبيتفاجئ بقناع على الارض. لما بيقرب من القناع ده بيلاقي فيه قدامه اكتر من شخص ظهر، كلهم لابسين اقناع شبه اللي على الارض. بيفضلوا يقولوا انه دخل غابة الارواح بنفسه ولازم يدفع الثمن. واحد منهم بيرمي عليه سيف علشان يقتله. فجأة بيظهر صائد ارواح اسمه تشاو بيساعد نينج وبيحميه. بيقولوا انه هيخلص على كل الارواح الشريرة اللي في الغابة، لكن نينج بيحذره وبيطلب منه يخلي باله علشان ما يتعرضش للاذى. على طول بيبدأ تشاوي يحارب الأرواح دي لحد ما بيهزمهم كلهم، وبيقول لهم وقتها إنه عرف إنهم مش أرواح حقيقية وإنهم بشر متنكرين في هيئة أرواح. بيطلب منهم يمشوا من قدامه بدل ما يخلص عليهم، وهم بيفضلوا يشكروه وبيقولوا إنه شخص متسامح، وهم مش عارفين يشكروه إزاي. وبعدها بيروح نينج يشكر تشاوي إنه أنقذه وبيمشي. بعد شوية بيوصل نينج المكان عبارة عن بيت مهجور، بيقرر إنه يقعد فيه شوية، لكن المشكلة إن واحد من الكتب بتاعه بيقع في المية. ساعتها بينزل المية علشان يجيبه بسرعة قبل ما يبوظ، وبيدخل يقعد جوه البيت وبيولع نار لحد ما الكتاب ينشف. بنشوف ان مجموعة البنات الارواح بيهاجموه وهو في البيت، بس الغريب ان نينج مش بيخاف وبيحط ايده على النار علشان الشمعة اللي معاه تفضل شغالة من غير ما يتحرق او يتعرض للاذى. بيفضل يدور في المكان لحد ما بيقابل القائدة بتاعة المجموعة دي واللي اسمها نيان، وبتحاول انها تهرب منه علشان تسحره، لكنه مش بتأثر بيها وبيهرب بسرعة وبياخد الكتاب بتاعه معاه. لما بيخرج بره بيخبط في بنت اسمها تشانج، وبتكون دي واحدة من البنات دي، لكنها أول بتشوف نينج بتعجب بيه وبيكون معاها قطة. بعد ما بيمشي بتفضل كل البنات يقولوا إنه شكلها عجبت بيه، والجدة لو عرفت هتتضايق منها جدا. وبعد شوية بتروح تشانج علشان تعتذر لنينج على القطة واللي عملته. بيكون واضح إنها فعلا عجبت بيه. تشوف الكتب بتاعته والرسومات اللي هو بيعملها، تطلب منه انه يعلمها ازاي تعمل الرسومات زي اللي عاملها بالظبط. فعلا بيقعد يعلمها ازاي تعمل الرسومات دي لحد ما فجأة بيظهر تشاو المقاتل اللي انقذ نينج الصبح. تشانج اول ما بتحس بيه جاي عليها بتهرب على طول. بيفضل تشاو يقول انه حس ان في روح شريرة موجودة في المكان ده، لكن نينج بيقول انه اكيد هو غلطان وان ما فيش روح شريرة ولا حاجة. الناحية التانية بنشوف تشانج لما بتوصل للمقر اللي بتقابل فيه هي وكل البنات. بنعرف ان المجموعة بتاعتهم اسمها مجموعة القطة الروحية، كلهم جواهم روح قطة، واللي بتتحكم فيهم هي الجدة اللي بتكون الزعيمة بتاعتهم. بتنادي على تشانج وبتقول لها انها احسن واحده عندها، وعلى طول كانت بترجع معاها ارواح جديده كل يوم. بتستغرب هي ليه النهارده رجعت من غير ما يكون معاها حد. البنات بيقولوا لها ان كان معاها حد والمفروض تاخد القوه الروحيه بتاعته، لكن شكلها عجبت بيه. بتتضايق جدا وبتقول لها ان البشر كلهم اشرار لازم نخلص عليهم، وبتحذرها انها تثق في بشري تاني او انها ما تعملش اللي مطلوب منها مرة تانية والا هتخلص عليها. وقبل الفيديو هنا وانزل دوس على اللايك لانه بيدعم الفيديو في الانتشار، وارجع كمل معايا الاحداث. تاني يوم بتنزل تشانج تمشي في الشارع هي وصديقتها المقربة يو بتقول لها انها لازم تخلي بالها وتخلص اللي الجدة طالباه منها بدل ما تنتقم منها. وفي الوقت اللي هي ماشية فيه بتتفاجئ بتشاو وهو بيقول لها انه مش هيسيبها المرة دي، وانها الروح الشريرة اللي كان بيطاردها امبارح. بيبدأ يطاردها على طول وبيجري وراها،
وهي بتهرب منه وبتفضل تجري لحد ما بتوصل عند بيت نينج، بتقول له يحميها من الشخص اللي بيطاردها ده. لما بيظهر تشاو بيتكلم معاه نينج وبيقول له انه يزودها وبيطلب منه يبعد عنها خالص. تشاو بيقول انها شريره ولازم يحبسها، بيعمل تعويذه بايده لكن نينج بيروح يمسك ايده علشان يمنعه، وساعتها بتظهر عليه قوه غريبه جدا بتخلي تشاو يستغرب من القوه دي. بيقول ان جسمه قوي جدا وعنده قدرات خفيه. قرر انه يعمل نفسه مش عايز يطارد تشانج علشان يفضل مراقب نينج ويعرف هو مخبي ايه كويس. تشانج هي كمان بتاخد بالها من اللي نينج عمله. قرر انها تحاول تختبره علشان تعرف مدى القوة بتاعته، خصوصا انها بتقول ان عنده قوة ين كبيرة جدا. بتقرب منه وبتعمل نفسها تقع على الارض، وساعتها بيشيلها بسرعة قبل ما تقع. تقدر تحدد مدى قوته كويس، ولما بتقوم بتمسك النار في الهدوم اللي هي لابساها وبتقرر تخلعها بسرعة قبل ما تتحرق. على طول بتتخلص منها، ونينج بيقرر يديها الهدوم بتاعته، لكن الهدوم بيكون فيها نفس القوة الخفية اللي عند نينج وبتخلي تشانج مش قادرة تستحملها. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه ده بيكون تشاو بيراقبهم وشايف كل اللي بيحصل، وبيستنى بالليل وبيدخل يقعد معاهم وبيشربوا كلهم شاي مع بعض علشان يناموا. وتاني يوم الصبح بيتحركوا هما التلاتة علشان يوصلوا تشانج على بيتها، واللي بتكون لسه لحد دلوقتي مش قايله لحد هي فين وساكنه فين. لكن قبل ما بتمشي بتسيب رساله سحريه في البيت علشان صاحبتها يو تشوفها وتعرف هي فين. بعدها بيكملوا طريقهم هما التلاتة وبيقعدوا في مكان في الغابه، وبيقول تشاو انه عامل تعويذه علشان تحميهم من ارواح القطط وتخليهم يتعرفوا عليهم، وبيمسك في ايده غصن شجره وبيقول ان القطط كلها تضعف قدام الغصن ده. الغريب فعلا ان تشانج بتكون مش عارفه تمسك نفسها وبتفضل تلعب في الغصن. وقبل ما تشاو ياخد باله بيتفاجئوا كلهم بان صوت البنت بتصرخ، وساعتها بنعرف انها يو، انها شافت الرساله اللي تشانج سابتها، وهي بتعمل كده علشان حست انهم قربوا يكشفوا شخصيتها. وعلى طول بيتحركوا على مصدر الصوت وبيقولوا ان في بنت بتستنجد بيهم ولازم ينقذوها. فعلا بيوصلوا للكهف، وهناك بتقول تشانج انهم يقسموا نفسهم فريقين وكل واحد فيهم يمشي في اتجاه. طبعا بتكون مش عايزاهم يشوفوا يو علشان ما يعرفوش هي مين. وفعلا بتدخل تشانج الكهف وبتتكلم مع يو، وده بيخلي تشاو ونينج يسمعوا ان في صوت جوه الكهف وبيدخلوا على طول. لكن المشكله ان بتيجي نيان ومعاها مجموعة البنات وبيولعوا قدام مدخل الكهف وبيهربوا. بنعرف ان في مشاكل بين نيان وتشانج وانها مش بتحبها، علشان كده قررت تخلص منها علشان تاخد مكانها عند الجدة. ساعتها بنشوف ان التلاتة جوه قربوا يموتوا من الدخان ومن الحريق، لكن نينج بيتدخل بسرعة وبيقول لهم ان جسمه محصن من النار وانه مش بيتحرق. بيروح يعدي من وسط النار وبيقدر انه يفتح لهم طريق علشان يخرجوا منه. فعلا بيخرجوا هما التلاتة، وبعدها بتخرج يوم من غير ما يحصل لهم حاجة. بعدها بيروحوا هما التلاتة عند البحيرة بينضفوا نفسهم وبيصطادوا سمك وبيقعدوا علشان ياكلوا ويخيموا مكانهم لحد الصبح. بتبدأ تشانج في الوقت ده تحس انها منجذبة ناحية نينج وبتحس انها معجبة بيه، لكنها مش بترضى تقول له حاجة لان عندها مهمة الجدة طلبها منها وما خلصتهاش هتقتلها. وتاني يوم على طول بتقوم تشانج وبتكلم يو، تديها رسالة وبتقول لها تدي الرسالة دي لنينج وتطلب منه يقابلها عند كهف الأرواح. بتكون تشانج عاملة فخ النينج علشان تاخده معاها العالم السفلي وتمتص الطاقة الروحية بتاعته. بعد شوية بتكمل تشانج ماشي مع تشاو ونينج وبيوصلوا المطعم. في الوقت ده بنشوف يو هي ماشيه بالرساله، وبتشوف نيان بتعترض طريقها تقدر تاخد منها الرساله اللي معاها. بعد شويه بنرجع لنينج وهو بيقول لتشاو وتشانج انه بيشكرهم على كل المشاعر اللي حس بيها معاهم، بيعرفهم ان عمره ما كان ليه اسره ولا حس بالدفى بتاع العيله، علشان كده بيكون مش عارف يشكرهم ازاي. لما بيسالوه جاب حق الاكل ده كله منين، بيقول لهم انه يتصرف وبيطلب منهم يستمتعوا بالاكل. بعد ما بيخلصوا اكل بيشوفوا ان نينج داخل يغسل الصحون بتاعه المطعم وبيساعدهم في النظافه. ولما بيسالوا ليه بيعمل كده بيقول لهم انه ما كانش معاه فلوس للاكل، بس هو قرر يعزمهم علشان ياكلوا مع بعض ويحسوا بالجو الاسري، وتنظيف الصحون ده يبقى الثمن اللي هو بيدفعه. بعدها بنشوف تشاو وهو بيتكلم مع تشانج بره المطعم وبيقول لها انه حاسس انها هتغدر بنينج، بيحذرها انها تعمل فيه اي حاجه لان هو اللي هيقف لها. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه بنشوف ان نيان بتدخل المطعم وبتدي الجواب اللي اخدته من يو لنينج وبتقول له ان دي رساله من تشانج وانها مكسوفه تديها له بنفسها. بتاخده معاها وبتعمل تعويذه وبتخليه يغمى عليه. بتكون عايزه تاخده معاها للعالم السفلي، فعلا بتنجح انها تاخده وبتمشي. في نفس الوقت بيكون تشاو وتشانج لسه ما خلصوش كلام، بيسمعوا صوت نينج في الوقت ده وهو بيصرخ، بيعرفوا انه في خطر. بيدخلوا على المطعم بسرعه، وهناك بيشوفوا ان كل العمال واقعين على الارض واغمى عليهم. بيقول تشاو لتشانج ان اكيد هي اللي عملت كده، لكن تشانج بتقول انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. تعرف ان المهم دلوقتي انهم ينقذوا نينج لانهم اكيد اخدوه للجده علشان تخلص عليه بعد ما تمتص الطاقه الروحيه بتاعته، لان طاقه الين عنده عاليه جدا. فعلا على طول بتتحرك تشانج على هناك، بتشوف الجده وهي بتخطب في كل الموجودين وبتقول لهم انها على طول هي اللي بتنتصر على البشر، لان البشر كلهم يستحقوا الموت وانهم اشرار. وبعد ما بتخلص كلام بتاخد الجده تشانج وبنت كمان معاها للاوضه السريه اللي فيها نينج. هناك بتقول لهم ان واحده فيهم هي اللي هتاخد الطاقه الروحيه بتاعه نينج وتجيبها هديه ليها، وبتختار ان تشانج هي اللي تعمل كده. ساعتها بتروح تشانج النينج وبتفضل تعتذر له، بتعرفه انها ما كانتش تقصد توقعه في الفخ ده. نينج بيقول لها انه مسامحها وبيعرفها انها حتى لو كانت شريره
فهو شاف منها انها طيبه وما كانتش عايزه تاذيه، بيعرفها انه بيحبها ومش زعلان منها، فبتقول انها تخرجه من هنا. فعلا بتخرج شويه وبترجع مره تانية وبتقول للحراس انها جايه تبص على السجين زي ما الجده امرت. بيسمحوا ليها انها تدخل. مجرد ما بتدخل بتضرب الحراس وبتوقعهم في الارض وبتروح تحرر نينج بسرعه علشان يهربوا هما الاتنين. فعلا بيخرجوا وبيقابلوا عدد كبير من الحراس لكنهم بيقدروا يهزموهم. بعد شويه بتعرف الجده باللي حصل وبتقول لهم يقبضوا عليهم هما الاتنين، وبتقول ان تشانج دلوقتي بقت خاينه ولازم تتعاقب. فعلا الحراس كلهم بيجروا عليهم، لكن تشانج بتقرر تضحي بنفسها وبتقول لنينج يهرب هو من هنا، ونينج بيكون رافض يخرج ويسيب تشانج لوحدها. لكن تشانج بتكون مصممه وبتخرجه من باب سري، وبتشتبك مع الحراس شويه في الاول لحد ما بتسلم نفسها ليهم. نينج بيخرج وهو متضايق وبيقول ان لازم يرجع تاني علشان ينقذ تشانج. تشاو بيفضل يقول له ان اللي بيعمله ده جنون وانه ما ينفعش يرجع لوحده لانهم هيخلصوا عليه. لما بيلاقي مصمم بيقول له على بحيره موجود فيها مصباح سحري ممكن يستخدمه في الحرب ضد الجده. بيعرفوا ان مش كل البشر بتقدر انها توصل للمصباح ده بسبب درجه الحراره بتاعه البحيره، لكن هو جسمه محصن من الحراره وهيقدر يوصل له بسهوله. وفي نفس الوقت بتكون الجده مسكت تشانج وقررت انها تعذبها بعد ما خانتها وهربت نينج. بنشوف ان نينج مش بيفكر في اي حاجه غير انه يلاقي المصباح ويرجع علشان ينقذ تشانج. فعلا بينزل البحيره وبيتفاجئ ان جسمه خرج طاقه كبيره وبيكون مش عارف السبب بتاعها ايه، لكن في النهايه بيقدر انه يوصل للمصباح. بيخرج بره البحيره وبيرجع تاني على الكهف علشان يدخل الجده وينقذ تشانج. وبيكون تشاو مش موافق على اللي بيعمله وبيقول له ان كده بيضحي بنفسه وهيموت لو دخل جوه، لكن نينج بيقول له انه مش فارق معاه، انه اهم حاجه عنده انه ينقذ تشانج من الموت لانها ضحت بنفسها علشانه. فعلا بيدخل نينج ويستخدم القوه بتاعه المصباح في انه يخلص على كل الحراس اللي في طريقه. بيقدر انه يهزمهم كلهم بكل سهوله لحد ما بيوصل للاوضه السريه اللي محبوس فيها تشانج، بيدخل يفكها وبياخدها علشان يهربوا. بس المشكله ان الجده بتعترض طريقهم وبتقول لهم انهم جم لحد عندها علشان تخلص عليهم بنفسها. بيكون معاها مصباح تاني موجود فيه كل قوه البنات اللي معاها، ولو اتكسر كلهم هيموتوا. من ضمن البنات دي بتكون تشانج. ساعتها بيظهر تشاو بيقاتل الجده وبتحصل معركه قويه جدا بينهم. بيطلب من نينج انه يستخدم القوه بتاعه المصباح ويخرجهم من هنا، وفعلا بيستخدم قوه المصباح. الجده في الوقت ده بتكون اقوى من تشاو بكتير وقربت تهزمه، لحد ما بتتدخل نيان وبتقول لهم انها تساعدهم وبتاخد المصباح من على الارض هي وتشانج علشان يفضلوا عايشين. ويو بتساعدهم وبتحاول انها تجري على تشانج، لكن الجده بتخلص عليه وتشانج بتفضل تعيط وبتكون زعلانه جدا على صاحبتها المقربه. وفي الوقت ده بيقع تشاو على الارض وبيكون خلاص هيموت، لكن نينجا بيروح له وبيعرف منه التعويذه بتاعته وبيقف قدام الجده وبيستخدم قوه المصباح وبيعمل بوابه، والجده بتستخدم قوتها وبتمسكه وبتكون هتخلص عليه، لكنه بيقول التعويذه كامله في اخر لحظه وبيقدر انه يهزمها. وبعد ما كل حاجه بتخلص بيهربوا كلهم من الكهف، وبتكون نيان ندمانه بتفضل تعتذر لتشانج انها خانتها اكتر من مره، كانها بتقول لها انها كانت بتغير منها وكانت بتخاف من الجده، بتتفق انهم يعيشوا حياتهم اللي جايه كلها من غير ما يكون في اذى او شر تاني. في المشهد الاخير بنشوف واحد بيقول ان الجده دي كانت ضعيفه وانه لازم يتدخل بنفسه علشان يحقق اللي هو عايزه. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.